بعد الفيديو اللي فات نونا سألتني وقالت لي طب لو في حاجة بقى من المكونات الداخلية اللي اتكلمنا عنها، لو في حاجة مش مظبوطة أغيرها ازاي؟ قلت لها إن أنا هتكلم بالتفصيل عن النقطة دي في الفيديو ده. أولا، ازاي أغير حاجة في نفسي؟ مبدئيا كده ده إحساس دايما هيكون موجود. من طبيعة العقل إن يكون شايف إن في حاجات جواه مش مظبوطة أو في حاجات ناقصة. مفيش حاجة اسمها إن أنا أغير حاجة جوايا بشكل مباشر. يعني لو في مكون جوايا أنا شايفه جدا وعارف إنه مبوظ لي حياتي، وليكن مثلا إن أنا عصبي زيادة عن اللزوم، أو بخاف من التعامل مع الناس، أو بخاف من الفشل، أو أيا كان. الموضوع يا جماعة لا يتعلق بالإزالة، إن أنا بزيل شيء من جوايا، ولكنه بيتعلق، أو الفكرة كلها إن أنا بضيف الجديد اللي أنا عايزه، ولما أضيف الجديد ده هيشيل لوحده القديم اللي أنا مش عايزه، اللي هو المكون القديم. وخليني أشرح. أي مكون داخلي، قلنا إحنا عبارة عن شوية مكونات بتتفاعل مع بعضها ومفيش ذات جوه، لا دي الذات دي بتنتج تلقائيا. أنا فكرتي عن نفسي دي بتنتج من كل حاجة اختبرتها وعشتها، وكل حاجة جوه بتتفاعل مع بعضها. طب هتقول لي طب يا نادر بقى المكونات دي ما انا عايزها كلها تكون جميله وحلوه عشان حياتي تكون رائعه وصحتي النفسيه حلوه، عشان كده انا جاي لك هنا في الفيديو ده مشترك في القناه دي. نعمل ايه بقى؟ الفكره كلها في الألم بتاع هذا المكون. الألم ده لو اللي هو بتاع المكون الداخلي اللي احنا مش عايزينه، الألم ده لو احنا عرفنا ازاي نشفيه او نعالجه، ساعتها المكون ده ما بيكونش مشكلة وبيهدى تماما، مبيسببليش أزمة في حياتي. يعني لو قلق هيقل خالص، لو خوف من الناس هيقل خالص. طب أتعامل مع الألم ده ازاي؟ عن طريق إن احنا لا نسكنه، ما ندلوش مسكن ولا نشغل نفسنا عنه. نروح مثلا نشغل بالنا في أي حاجة عشان نحاول نعمل حاجة تالتة، اللي احنا نعمل له عملية كبت، او ان انا بحبسه جوه، فبفكر ان انا كده ضحكت عليه. ومن هنا يتحول الألم من حاجة انا بهرب منها ومن كونه مشكلتي الخاصة personal قوي، لحاجة موجودة في كل البشر. يعني زي ما يكون عضو، يعني في ناس ما عندهاش كلى، في ناس ما عندهاش كبد، لا دي حاجات بنتولد بيها. بس الكبد لو فيه مشكلة نعالجه، والكلى لو فيه مشكلة نعالجها، والقلب لو فيه مشكلة نعالجه، والخوف لو فيه مشكلة نعالجه، والقلق لو فيه مشكلة نعالجه، والخوف من الناس لو فيه مشكلة نعالجها. المشكلة بتكون، أو حل المشكلة بيكون في الوعي. لما أنا أكون شايف الألم ده، بمعنى أنا سمحت لنفسي إن أحس بيه وأقعد معاه في الوقت اللي أنا فيه دلوقتي. يعني مثلا أنا حاسس إن أنا في يوم من الأيام متضايق، مش عارف متضايق ليه. قدامي اختيار من الاتنين: يحاول ان انا اهرب من الاحساس ده، لانه احساس مش مريح، وده اللي معظم الناس بتعمله. طب اهرب منه ازاي؟ يا بنسكنه، يا بنحاول نعمل حاجات تانية تسبب لنا لذة دلوقتي، فاللذة دي والشعور بالسعادة المؤقتة دي تنسينا الألم ده، وده الإدمان. كل التصرفات الإدمانية بتبقى لهذا الغرض، إن أنا بهرب من ألم معين. أنا بحاول إن أنا أتناسى بالشغل، أشغل نفسي في حاجات تانية، عشان لما أنسى الألم بفتكر إنه راح، لكن هو محبوس جوه ما راحش. ده الطريق الأولاني، وده طبعا طريق بيغذي الألم ده، بيغذيه. يعني لما يرجع تاني أنت بتفكره إن هو راح، بس لما يرجع تاني بيبقى أقوى، عايز يتغذى تاني، فتشغله تاني، وتدي نفسك مسكنات تاني، وهكذا. فلكن الحل التاني اللي هو يا نونا علاج
المكون ان انا لما اشوف ان انا دلوقتي متضايق من حاجة حصلت، وليكن مثلا انا عندي مشكلة في الخوف مع الناس زي استاذ حسن مثلا، عارف انت بتتابعني دلوقتي، هقرب لك الفكرة قوي في الفيديو ده بقى. متوتر جدا او حاسس بقلق شديد، التعامل مع الناس بيسبب لي معاناة في الحياة. لما يظهر الألم انت بتعمل ايه؟ انا اتوقع انك بتحاول تعمل حاجة من الحاجات اللي انا قلت لك عليها، ولكن السر كله الباب التاني، لازم 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 عشان المشكلة دي تتحل تبدأ بوعي. يعني ايه وعي؟ يعني انا شايف انا حاسس بايه اصلا. والخطوة التانية، الخطوة الاولى بعد ما بقيت واعي يعني شايف يعني منتبه، انا حاسس بألم من التعامل مع الناس، او خايف من التعامل مع الناس، او حاسس ان الناس مش بتديني الاحترام الكافي، او حاسس ان انا مش مختلف كفاية، حاسس ان انا قليل باختصار شديد جدا. احساسي دايما اني قليل، اني ما عنديش ثقة في نفسي، ده بيسبب لي ألم. انا شايف ده، وانا شايف ده قدامي تحدي، يا الاحساس ده يتغلب عليا او يتغلب على عقلي ويكون جزء من هويتي، وابقى انا كده وابدا افكر كده، ويبدا الالم ده هو اللي يكون انا، يعني يحصل عمليه توحد ما بيني وما بين الشعور ده، فالشعور هو اللي يستخدم العقل وهو اللي يفكر، وابقى انا كده. التحدي بقى اللي قدامي هو ان انا امنع ان الشعور ده يطلع فوق لعقلي ويفكر، لان لو طلع فوق سيطر على عقلي هيغذي نفسه، تبدأ الافكار تتغذى على المشاعر، والمشاعر تتغذى على الافكار، والافكار تتغذى على المشاعر، وتبقى دي هويتي وشخصيتي، هيبقى انا كده. نقطة التغيير لازم تبدأ لما اجي اشوف الألم عن بعد، واخد بالي جدا، اخد بالي او انتبه من الصوت اللي هيشتغل في دماغي لما المشاعر دي تطلع. يعني يا استاذ حسن، بما انك انا عارف ان انت عندك مشكلة في الموضوع ده، انت اللي قايل لي كده، لما يظهر الشعور مش بتلاحظ ان التفكير اشتغل لوحده؟ وكأن الشعور بيغذي التفكير، الدايرة دي طول ما هي مقفولة هتفضل المشكلة عمرها ما تتحل، وهيبقى انا كده. لكن السر في الوعي، يعني انا حاسس ان انا متضايق قوي، يعني حاسس ان قليل قوي، في حد مثلا ما ادانيش احترام كفاية، او بحس اني ما عنديش ثقة في نفسي، انا شايف الاحساس ده. السر بقى في ايه؟ اسمع عقلك، الصوت اللي بيشتغل في دماغي ده. ده انا كنت فاكر ان الافكار دي انا اللي بفكرها، كنت فاكر انها افكاري انا، رغم انها مش افكارك انت، ده بس تجسيد من نوع اخر للمشاعر اللي هي موجودة اصلا. تلاقي نفسك بتفكر وهتقول ايه؟ انا اصلا فاشل، او ايا كان بقى التفكير اللي بيفسر او بيبرر الشعور ده، ويبدأ الشعور يغذي الافكار، ويبدأ عقلك يسيطر عليك بافكار تزود الشعور بالنقص والاحتياج. ولكن السر في ايه؟ الاستشفاء في ايه؟ ان انا كنت شايف الاتنين من بعيد وكأنها مشاكل ماليش علاقة بيها، يعني دي حاجة جوايا من ضمن حاجات كتير جوايا. انا طول ما انا شايف الألم ده كده فجأة هيتلاشى، اول لما تبطل تغذي الألم عن طريق انك تسيبه يفكر فيتغلب على عقلك فيستخدم الافكار عشان يتغذى، او تعمل تصرفات عشان تغطي الألم، لما تبطل تعمل ده خلاص انا بدأت اعمل الحاجتين يا نادر. انا حاسس ان الألم بيزيد جوايا، بس انت كده في الاتجاه الصح، ما انت كل ما بقى يطلع ما بقيتش بقى تغطيه، ما بقيتش تسكينه، لا بقيت تحس بيه،
فأنت بقيت حاسس بإحساس كده مش مريح هنا، عدم الراحة دي مؤشر كويس. باشكركم جدًا، جدًا على المشاهدة، وأشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، وسلام.